مالك يا ست رحمة في ايه؟ الواد فاسوس ما عادش بيسمع الكلام، ولما بيسمع الأذان ما مش بيقوم يصلي. ولا يهمك خالص، هقولك على خطوات بسيطة لو مشيت عليها ولادك هيسمعوا كلامك وهيحافظوا على الصلاة وهيعملوا اللي انت عايزاه من غير ما انت تفقد أعصابك ولا تزعقي. ويا ده أنا يا أم. أول حاجة هنعملها إن إحنا نغير صيغة الأمر، يعني مش تيجي قبل الأذان بالظبط أو قبل الحاجة اللي أنت عايزاها وتقولي له قوم اعمل كذا أو قوم صلي، لا أنت هتخلي الطفل اللي قدامك أو الشخص اللي قدامك يتحط بين اختيار، هتتوضى دلوقتي ولا لما تسمع الأذان؟ فهنا أنت خليتيه بين اختيار بيفكر هيتوضى دلوقتي ولا لما يسمع الأذان، في الحالتين هيتوضى، لكن في الأولانية أنت كنت بتديه أمر فهو بيفكر هينفذ الأمر ولا لا. وطول النهار ماسك التليفون. والخطوة التانية إنك تعملي حاجة وقت الصلاة بيتفصل الواي فاي تماما، خلي الأمر ده مرتبط بوقت الصلاة يبقى عادة، اعملي العادة دي قبل الصلاة ب10 دقايق يتفصل الواي فاي، بعد ما كله صلى خلاص وانتهى الأمر يتوصل تاني. تالت حاجة ما تنسيش نظام المكافأة، يعني اللي يصلي بياخد الموبايل لمدة برضه قليلة ومحدودة، وحددي اللي بيشوفه. رايحة فين يا ست رحمة؟ أنا رايحة أقفل الواي فاي. اقعدي بس هقولك على حاجة أخيرة قبل ما تمشي، أنا عايزك تعملي نظام كمان، وهو إنك تعملي حلقة تحفظي القرآن، تقروا قصة تكون مفيدة بتتكلم عن الصدق عن الأمانة، تكون حاجة من الأخلاق، وكمان تعملي حاجة تانية مهمة جدا، لا تقولي له مثلا أنت دعيت لي بإيه النهاردة في الصلاة؟ طب أنت قرأت بسورة إيه؟ بالطريقة دي هم هيحبوا الصلاة وهيروحوا لها في كل وقت علشان يجي يحكي لك عن اللي حصل ويجي يحكي لك وتسأليه عن اللي بيقوله. ربنا سبحانه وتعالى حتى لما اتعامل مع البشر قال لهم إن في مكافأة على الأعمال الصالحة لأن دي طبيعتنا. رايحة فين يا ست رحمة؟ رايحة أصلي على النبي. صلى الله عليه وسلم.